ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انتوا مع قناتكم اسرار المطبخ مع سمسمة. النهارده هنقدم فيديو جديد. هنعمل مع بعض المخ بطريقه بسيطه وسهله. انا جايبه مخ غسلاه كويس وحاطه معاه بصله وليمونه ومعلقه خل ومعلقه ملح، وحطهم في ميه على النار يعني لمده ربع ساعه، وبعد كده هنرجع ونكمل مع بعض. دلوقتي احنا سلقناهم ودلوقتي هنقطعهم مع بعض. انا هقطعهم كده بالسكينة، يستحسن يكون قطع يعني صغيرة كده. هنقطعها كلها كده وهنسيبها في التلاجة لمدة ساعة. دلوقتي هنحضر التتبيلة. معانا دقيق وبقسماط ودول بيضتين وعليهم نص كوباية لبن، وهنحط معلقة ملح ومعلقة فلفل اسود ونحط معلقة بهارات. بعد كده ننزلها في البيض. دلوقتي بعد ما حطيناه في البيض حطيناه في البقسماط وهنقليه. دلوقتي هنحط الزبدة، ننزل كده بالقطع الموز. كده خلاص يا حبايبي استوى، وانا كده خلاص هطلعه بالمنظر ده. وانا الكميه كلها هعملها بنفس النظام، ولما اخلص هرجع برضو وهوريكم شكله في الاخر. يا حبايبي منظر المخ بعد ما استوى. طريقه بسيطه وسهله، واتمنى النهارده الفيديو يكون عجبكم والطريقه، وان شاء الله تعملوها تاكلوها بألف هنا. واشوفكم في فيديو جديد، اشوفكم بألف خير. مع السلامه.